السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا على اليوتيوب سمارت تك لتكنولوجيا المعلومات. النهارده هنتكلم عن حاجة مفيدة جدا لكل واحد فينا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل حياتنا او معظم حياتنا بقت 80% منها تعاملات على طريق الانترنت واونلاين. اللي عايز يعمل شوبينج واللي عايز يتسوق واللي عايز يدفع فواتير، عايز يحجز طيران، اللي عايز يشتري اي حاجة من بره او من على الانترنت ايا كان محلية او دولية بقى بيلجأ للنت مباشرة. طبعا التعاملات دي كلها دايما بتحتاج منك فيزا كارد. الفيزا الاونلاين طبعا كلنا بنستخدمها علشان نعمل شوبينج، ان انت تتسوق او تشتري اي منتج من على الانترنت زي المواقع الكبيره زي جوميا وسوق وهكذا وغيرها من المواقع اللي بتتيح ليك انك تشتري اي منتج من المنتجات عن طريق الانترنت. وطبعا في مواقع دوليه ما بتقدرش انك تشتري منها غير لما بيبقى معاك الفيزا الاونلاين او فيزا المشتريات الاونلاين. كمان بقدر عن طريق الفيزا اللي معايا ان انا ادفع كل فواتيري، ان انا احجز طيران، احجز فنادق، كل الكلام ده بيتم عن طريق الفيزا اللي بتبقى معايا، واللي عن طريقها بقدر ان انا اتم كل المعاملات اونلاين. ناس كتير هتقول لنا طب ازاي ان انا اطلع الفيزا وانهي فيزا واروح لانهي بنك؟ طب انا هقف في الطابور البنك من الصبح لحد الظهر ولا بعد الظهر؟ انا عندي شغل ومش فاضي، هتاخد مني كتير في الرسوم الاداريه عشان اقدر اطلع الكارت بتاعي. الكلام ده كله هنتكلم فيه النهارده، وهقول لكم طريقه سهله وبسيطه وانت قاعد في البيت عندك هتقدر تطلع الكارت الفيزا اللي انت هتقدر تشتري بيه كل مشترياتك وتسدد بيه كل فواتيرك اونلاين، وانت قاعد في البيت في 5 ثواني. كل اللي انت محتاجه يكون معاك شريحه فودافون كاش و5 ثواني من وقتك. الطريقة سهلة وبسيطة عن طريق موبايلك. في 5 ثواني هنشوف الطريقة ازاي هتقدر تطلع فيزا مشتريات تعمل بيها كل اللي انت نفسك فيه وانت قاعد في البيت، بدون الحاجة ان انت تقف في بنك او تضيع يوم كامل او تصرف مصاريف ادارية كتير والكلام ده كله. يلا بينا ازاي نشوف في ال5 ثواني اللي انا بقول عليهم كل واحد في بيته هيقدر يطلع فيزا المشتريات الاونلاين يتعامل بيها على اي موقع وبكل العملات ايا كان مصرية او اجنبية، دولار او يورو او غيرهم. نشوف الفيديو ونركز فيه كويس. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا على اليوتيوب سمارت تك لتكنولوجيا المعلومات. زي ما قلنا في الفيديو المقدمة بتاعنا ان احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي انك تحصل على فيزا مشتريات اونلاين تقدر عن طريقها تعمل كل حاجة اونلاين زي دفع الفواتير وزي المشتريات الاونلاين، تعمل شوبينج على اي موقع من المواقع الموجودة سواء محلية او عالمية زي سوق وجوميا او المواقع العالمية زي علي بابا والكلام ده كله. تقدر تعمل الفيزا بتاعتك وانت قاعد في البيت في اي مجهود بدون ما تروح تقف في البنوك وتقف طوابير لحد بعد العصر وتدفع فلوس ورسوم والكلام ده كله. طيب الموضوع ازاي او ايه هي الفكرة؟ بتتم الفكرة دي عن طريق التعاون ما بين فودافون كاش وماستر كارد. كل اللي انت محتاجه معانا يكون معاك شريحة فودافون عليها خدمة فودافون كاش، تكون مشترك على خدمة فودافون كاش وده عن طريق الفرع. وانت قاعد في البيت هنعرفك ازاي دلوقتي الطريقة انك تستخرج فيزا مشتريات، فيزا ماستر كارد عادية خالص تقدر عن طريقها زي ما قلنا تعمل اي تعاملات اونلاين على الانترنت، ايا كان شراء منتجات او دفع فواتير او حجز تذاكر طيران او حجز فنادق او ما الى ذلك. الطريقة سهلة وبسيطة مش هتاخد مننا اكتر من 5 ثواني، بس نركز مع بعض كده في الخطوات اللي احنا هنعملها على الموبايل بتاعنا علشان نستخرج الفيزا ونعرف الطريقة ازاي. هنبدأ نفتح قائمة الاتصال بتاعتنا على الموبايل وهنضرب *9 شباك وبنعمل اتصال. هتبدأ تجيب معانا القائمة بتاعتنا عادي خالص اللي هي بتاعت فودافون كاش اللي هي تحويل الأموال وشحن ودفع فاتورة والدفع أونلاين والكلام ده. احنا هنختار رقم 3 اللي هي الدفع أونلاين. بنضغط رقم 3 وبنعمل إرسال. هيجيلي القائمة اللي بعدها هيقول لي دخل قيمة اللي انت هتدفعه أونلاين من 5 إلى 6000 جنيه، يعني الفيزا بتاعتي أقدر أشتري بيها أو أعمل بيها تعاملات أونلاين لحد 6000 جنيه. يعني نعيد تاني، الفيزا بتاعتي أقدر إن أنا أستخدمها في المشتريات بتاعتي أو أي معاملات أونلاين لحد 6000 جنيه. طيب ممكن أعرف إيه هي الفكرة بتاعت الفيزا؟ إن هي هتسحب، هل هتسحب مني من فودافون كاش عشان تطلع لي الفيزا هتاخد مني 6000 جنيه؟ لا طبعا. الفكرة في حاجة، في نقطة معينة ولازم نركز فيها كلنا، وهي
ان انت لما بتيجي تستخرج فيزا عن طريق فودافون كاش مش بيطلع لك الفيزا ويخصم من رصيد فودافون كاش بتاعك، لا، هو كل اللي هيتخصم منك هو 5 جنيه مصاريف استخراج الفيزا، ولكن رصيدك في فودافون كاش زي ما هو. امال ايه الرقم اللي انا بحدده في القائمه اللي قدامي اللي هو مكتوب فيها دخل قيمه اللي هتدفعه؟ الرقم اللي انا بحطه دون هو الحد الاقصى للسحب من رصيد فودافون كاش. بمعنى وليكن انا عندي 10000 جنيه مثلا على فودافون كاش، وحبيت اعمل فيزا يكون الحد الاقصى من السحب بتاعها 1000 جنيه، فبكتب له هنا في الخانه اللي قدامي دي دخل قيمه اللي هتدفعه اونلاين من 5 ل 6000، بقول له مثلا 1000 جنيه اللي انا مش عايز يسحب اكتر من كده، بحيث ان انا الفيزا بتاعتي ابقى حاكمها ما تسحبش من فودافون كاش بتاعي اكتر من 1000 جنيه. في الحاله دي انا كده كده رصيدي ثابت على فودافون كاش، حتى لو انا ما استخدمتش الفيزا او ان انا رميتها او نسيتها او الكلام ده كله، يبقى الموضوع بالنسبه لي ما خسرتش اي حاجه، كل اللي انا عملته ان انا حددت له حد اقصى. طيب معنى كلامي ده ايه تاني بصوره تانية عشان نبسطها على بعض؟ معنى كلامي ان انا لما باجي احدد لنفسي مثلا 1000 جنيه 3000 جنيه 5000 جنيه ايا كان الرقم اللي انا بحدده، ما بيتخصمش من فودافون كاش بتاعي غير 5 جنيه فقط. يعني في حاله لو انا معايا 10000 جنيه، وقت ما هاجي هعمل فيزا بقيمه 1000 جنيه حد اقصى، هتلاقي اتخصم منك من رصيد فودافون كاش 5 جنيه وتبقى معاك 10000 الا 5 جنيه فقط. طب ال 1000 جنيه دي راحت فين؟ ال 1000 جنيه دي زي ما قلنا هي بنحدد له حد اقصى ما يسحبش من فودافون كاش اكتر من 1000 جنيه عند الاستخدام او عند السحب من الفيزا ايا كان في مشتريات او غيره عن طريق الانترنت. يبقى انا لما باجي اعمل الفيزا ما بتتعمل لهاش رصيد اللي انا بحدده هو اللي بيتعمل لها، لا، هو اللي انا بحدده ده ما هو الا حد اقصى بحيث ما يتسحبش مني من فودافون كاش اكتر من كده. طب فرضا انا عملت الفيزا ما استخدمتهاش او رميتها او نسيتها، يبقى انا رصيد فودافون كاش بتاعي زي ما هو بالظبط. طيب تمام، حددت له القيمه وقلت له مثلا 1000 جنيه، هيجي يقول لك دخل الرقم السري بتاع فودافون كاش بتاعك. هكتب الرقم السري بتاعي مثلا وليكن 6 صفار، بعمل ارسال. بعد ما بعمل ارسال مباشرة بتيجي لي رسالة بتقول لي انه تم عمل الكارت وسيتم ارسال بيانات الكارت لك في رسالة خلال ثواني. وطبعا على طول بيتخصم مني 5 جنيه اللي هي قيمة الفيزا اللي انا عملتها، وبيجي لي الرسالة بعدها على طول مباشرة اهو. يعني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هتيجي لنا الرسالة بيبقى بنفس الشكل ده كده: تم اصدار كارت الدفع على الانترنت بنجاح، تكلفة الخدمة 5 جنيه، رصيد حسابك في فودافون كاش الحالي 33 جنيه مثلا وكذا، وسيتم ارسال بيانات الكارت في رساله اخرى برجاء التاكد من وجود رصيد كافي، معرفش ايه والكلام ده. طيب بعد كده بيجي لي الرساله طبعا زي ما انتوا حضراتكم هتشوفوا دلوقتي بنفس الشكل ده كده اهي: بيانات كارت الدفع اونلاين، رقم الكارت كذا، تاريخ الانتهاء كذا، وكود التأمين كذا. دي كل بيانات الفيزا اللي انت هتقدر تستخدمها. انا كنت مطلع كارت بقيمة 50 جنيه، طبعا ما اتخصمش مني ال 50 جنيه في فودافون كاش، كل اللي اتخصم 5 جنيه زي ما قلنا، ولكن 50 جنيه هي الحد الاقصى للسحب من رصيد فودافون كاش، وبرجاء العلم ان هذا الكارت صالح استخدام مره واحده خلال 24 ساعه والكلام ده كله. طيب الكارت ده اقدر بيه عن طريقه ان انا اعمل اي شوبينج اونلاين، اقدر ان انا ادفع فواتير ايا كانت في كل حاجه، اقدر ان انا اشحن اي رصيد ايا كان كريم او خدمه فودافون او موبينيل او الخطوط الانترنت الارضي او الكلام ده كله، اقدر ان انا عن طريقها احجز تذاكر طيران. كل الخدمات اللي بتقدمها لي اي فيزا بقدر اطلعها من البنك. هي الفيزا دي انا طلعتها وانا في البيت في 5 ثواني، وعملت بيها اي حاجة او اي اوردر او اي فاتورة او اي شيء انا حابب ان انا اعمله على الانترنت بكل سهولة. لحد هنا بينتهي درسنا، متنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعملوا لايك وشير عشان تدعمونا نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله.